الزئبق الأحمر من أغلى وأخطر الحاجات اللي ممكن تكون بتتباع على الدارك ويب، وده لأن هو بيعمل حاجات صعب إن عقلك ممكن يستوعبها، لكن العثور عليه بقى شبه مستحيل. بس تخيلوا إن أنا قدرت أصنعه، وبسبب الموضوع دوت أنا دخلت نفسي في كارثة كانت ممكن تقضي على حياتي، وهحكي لكم دلوقتي كل حاجة. أنا جدتي والدة أبويا ساكنة في الشرقية في حتة اسمها الإبراهيمية، وأنا صغير بابا بقى كان بياخدنا وبنروح لها كتير، يعني تقريبا كده كل شهر نروح لها مرتين. وطبعا لأن المكان بعيد فكنا بنروح لها في الويك اند ونبيت خميس وجمعة، ويوم السبت نسافر ونرجع على القاهرة. بس بعد ما جدتي توفت بقى ما بقيناش نروح خالص، والشقة بقت مقفولة فترة كبيرة جدا، لحد لما من أسبوعين 3 كده اتفاجئنا إن واحد من جيران جدتي بيكلمنا وبيقول لنا إن صاحب البيت قالب الدنيا عشان عايز ياخد البيت ويهده ويبني مكانه برج. هو عايز طبعا يخرج السكان منه بأي طريقة، وعمال يرازي ويقرف فيهم عشان يسيبوا الشقق. مش كده وبس، ده شغال كمان في إجراءات مع محامي عشان ياخد كل الشقق الفاضية. وأنا عارف إن شقتكم ديت مفيش حد قاعد فيها، فخلي بالكم إن هو لو فتحها وقعد فيها هياخد الشقة ديت وضع يد، ومحدش هيعرف بقى ولا يخرجه منها ولا يعمل معاها حاجة، لأنها إيجار قديم وكمان محدش قاعد فيها. وخلي بالك إن هو ممكن يثبت كده من خلال قراية عداد الكهرباء. بابا أول لما سمع الكلام ده اتجنن واتعفرت، وراح متصل في ساعتها بصاحب البيت، قال له انا عايز اشتري الشقه. بس طبعا صاحب البيت ما وافقش، وقال له انا مش هبيع حاجه، وكده كده هاخدها بالقانون لان الشقه دي فاضيه ومحدش قاعد فيها. بابا قال له يعني ايه؟ وكلمه من هنا على كلمه من هنا الموضوع سخن، لحد لما صاحب البيت راح قافل السكه في وش بابا. طبعا بابا اتجنن اكتر. بعد شويه كده راح قال لي سليمان جاهز شنطتك؟ قلت له جاهز شنطتي ليه يا بابا؟ قال لي انت هتروح تقعد هناك لحد لما اشوف انا هتصرف ازاي في المصيبه ديت، لازم اي حد مننا يكون عايش في الشقه دي بدل ما تتاخد مننا. قلت له طب يا بابا انا هقعد هناك لوحدي؟ قال لي امال يعني هنروح نقعد كلنا؟ وافضل انا بقى عامل زي الرحاله بطوط كل يوم وانا رايح الشغل من الشرقيه للقاهره ومن القاهره للشرقيه، وضيع بقى مرتبي في البنزين، صح؟ وبعدين انت متضايق ليه؟ ما انت قاعد في البيت ولا شغل ولا مشغله، فطالما هنا قاعد وهنا قاعد خليك قاعد هناك، على الاقل قعدتك هتبقى مفيده. قعدت احاول معاه بقى يمين شمال، لقيته ابتدى يتعصب وكان هيتحول عليا، فقلت له طب خلاص يا بابا حاضر انا هروح. فلميت هدومي واخدت شنطتي، وتاني يوم الصبح نزلت وسافرت على الشرقيه. اول لما وصلت ودخلت بيت جدتي اتفاجئت ان البيت كان مردوم تراب، فبصراحه سبت الشقه كلها وسخه وتضرب تقلب، ونضفت اوضه واحده بس هي اللي انا هقعد فيها. ضيعت اليوم كله في تنظيف الاوضه ديت. تاني يوم بقى انا حرفيا ما كنتش لاقي اي حاجه اعملها، قمه الملل. التلفزيون ما كانش شغال، وطبعا ما فيش نت، وشبكه الموبايل في البيت كانت زي الزفت، كانت جايبه 3G بالعافيه. المشكله بقى هي ان انا كنت بخاف انزل واخرج، لحسن في الوقت اللي انا هنزل واخرج فيه دوت الراجل صاحب البيت يقتحم الشقه ويدخل يقعد فيها، فعشان كده كنت بحاول افضل على طول قاعد في الشقه، يا دوبك انزل بس اجيب اكل واطلع، دي النزوله الوحيده اللي كنت بعملها. وفضلت في الملل ده لحد لما رابع يوم نزلت عشان اجيب عشاء. لما رجعت وانا طالع على السلم لقيت شاب كده كان نازل، وكان عمال بيبص لي قوي كده. قلت له في حاجه ولا ايه؟ قال لي هو انت سليمان؟ قلت له اه. قال لي لا انت اكيد بتهزر، انت مش عارفني؟ قلت له انا مش واخد بالي بصراحه. قال لي يا عم انا مينا اللي ساكن فوقيكوا على طول. قلت له لا مش ممكن يا عبد الصمد، وسلمت عليه وحضنته، وبقينا واقفين على السلم احنا الاتنين عمالين نسترجع ونفتكر في ايام الطفوله. مين قال لي طب ايه يا معلم انتوا قررتوا تيجوا تستقروا هنا ولا ايه؟ قلت له لا يا عم نستقر ايه، انا جاي هنا عشان الزفت صاحب العماره. قال لي بس ايه ده؟ وطي صوتك يا عم انت واقف قدام باب شقته. قلت له لا بجد يا راجل. قال لي بقول لك يا سليمان انت رايح فين دلوقتي؟ قلت له انا طالع البيت، ما تيجي تقعد معايا شويه. قال لي لا يا عم اجي دلوقتي الوقت اتاخر، ابوك يقول عليا ايه؟ قلت له لا ما تقلقش انا قاعد لوحدي. من قال لي انت بتتكلم بجد؟ لا يا معلم انا كده هبقى لاجئ عندك. وطلعنا احنا الاتنين البيت عندي، وفضلنا سهرانين في اليوم دوت لحد الساعه 3 الفجر، ومينا كمان وجب معايا واداني باسورد الواي فاي بتاعه. وبقى كل يوم مينا يجي لي على الساعه 7 المغرب كده ويمشي من عندي الساعه 3 الفجر، نقعد نرغي بقى، نسمع اغاني، نتكلم، نهرج، نعمل اي حاجه، لحد لما في يوم واحنا قاعدين كده مع بعض مينا قال لي بقول لك ايه، هو ايه البتاع اللي متغطيه هناك دي يا سليمان؟ قلت له بص دي غالبا كده مكنه الخطا بتاعت جدتي. مينا قام وشال الغطا من عليها، ابتدى يقلب فيها وقال لي وهو مصدوم كده مش ممكن
دي مكنه خياطه سنجر. قلت له ايه سنجر ديت؟ وبعدين انت مالك فرحان قوي كده يا معلم؟ انت كنت عايز تشتغل ترزي ولا ايه؟ قال لي ترزي؟ انت عارف يا سليمان المكنه ديت لو هي اللي في دماغي يبقى انت كده يا معلم في حته تانية. قلت له انا مش فاهم حاجه. قال انا هشرح لك دلوقتي. المكنه دي بالذات في موديل معين منها بيبقى جواه زئبق احمر. الزئبق دوت بقى بيتباع بالملايين. قلت له انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ قال لي استنى وراح مخرج الموبايل من جيبه ومتصل بحد. قال له يا معلم بقول لك انا معايا مكنه سنجر قديمه. ايوه يا عم والله العظيم قدامي اهي. طب استنى ثانيه واحده كده. قعد يقلب في المكنه وبعدين قال له لا مش باينه. طب بقول لك ايه، تعالى وبص عليها كده وانا هبعت لك اللوكيشن. وراح قافل معاه وبعت له اللوكيشن. انا بعد ما قفل قلت له هو مين اللي انت كلمته ده يا معلم؟ قال لي ده بيلا، هو اللي هيجي عشان يبص على المكنه ويتاكد ان هي دي اللي فيها الزئبق الاحمر، وهو ليه علاقات جامده بناس خلايجه ومستثمرين عرب، هيعرف يصرف الحاجات دي كويس. قلت له طب هو الزئبق الاحمر دوت ليه غالي قوي كده؟ قال لي اصل الزئبق الاحمر دوت بيسخر الجن في خدمتك وبيخليه حرفيا يعمل لك اي حاجه. قلت له اي حاجه زي ايه يعني يا مينا؟ قال لي يعني زي انه مثلا يفتح مقابر فرعونيه، او ان هو يقول لك على اماكن الكنوز المدفونه، او يديك قدرات خارقه. ده انا كمان سمعت ان في ناس بتستخدمه عشان يرجعهم شباب ويفضلوا صغيرين في السن. المهم يعني ان الجن لما بياخد الزئبق الاحمر دوت هيعمل لك اي حاجه تطلبها يا سليمان. قلت له طب هو الجن يا معلم بيحتاج الزئبق الاحمر ده في ايه؟ قال لي هم بيقولوا ان الجن لما بيشربه بيزود عمره وبيخليه اقوى. قلت له طب لا مؤاخذه ما كان العسل نفع نفسه. قال لي ازاي يعني مش فاهم؟ قلت له طب طالما الجن جامد قوي بقى كده وبيعرف يلاقي ويجيب ويفتح ويعمل حاجات خارقه، طب ما يدور عليه وياخده بنفسه. الفكره يعني ان احنا اللي ندور عليه ونديهوله. قال لي لا ما ينفعش طبعا، لازم الشخص اللي يسلمهوله ويديهوله يكون بشري ويحصل بعدها عهد او اتفاق ما بينهم، لكن الجن ما يقدرش ياخده بنفسه ولا حتى يقول على مكانه. انا طبعا بعد لما سمعت الكلام ده عيني لمعت وابتديت اعيش بقى في احلام الثراء. لا ده احنا قعدنا كمان نتفق على تقسيمه الفلوس، وهو يقول لي ده انا هشتري عربيه وفيلا، وانا اقول له لا يا معلم ده انا هشتري جزيره في وسط الميه ويخت. وفضلنا نحلم كده لحد لما باب الشقه خبط. قلت بس المعلم بيلا وصل. فتحت الباب لقيته قدامي واد رفيع كده وشعره طويل ومنكوش ولابس حظاظات كتير، واد كان شكله سيس كده. قلت له اؤمر، عايز ايه يا حبيبي؟ قال لي هو مينا هنا؟ انا لقيت مينا طلع من ورايا. قال له اتفضل يا بيلا تعالى خش، وقعد يرحب بيه وكان فاضل يفرش له السجاده الحمراء لحد لما وصلنا الاوضه. وراح قايل له مكنه الخياطه يا عم بيلا، شوفها لنا كده بقى الله يبارك لك، عايزين نعدي الفلنكات. بيلا قعد يقلب في المكنه كده وقال الرقم والتاريخ بتاع الصنع مش باينين شويه، وراح مطلع خاتم دهب كده من جيبه، ابتدى يقربه ناحيه الابره اللي هي بتتحط في المكنه ويلفه في كل النواحي في الحته ديت شويه، وراح مطلع من جيبه فص ثوم وعلقه في فتله وابتدى يقربه من المكنه وبرضه يلفه حواليها. وفي الاخر راح قايل لنا انا مش عارف اجيبها لكم ازاي بصراحه، بس حظكم وحش يا رجاله، المكنه طلعت فيستك، دي اكيد حتى مش الماني. مين قال له لا بجد؟ طب ما تتاكد تاني كده يا بيلا. بيلا قال له من غير ما اتاكد مش هي، وسابنا ومشي. انا مش عايز اقول لكم بقى كميه الاحباط اللي كنا فيها في اليوم ده، وقعدنا مخنوقين قوي لدرجه ان احنا ما كناش بنكلم بعض. انا بعدها قلت لمينا بقول لك ايه يا معلم، هو الزئبق ده طيب ما ينفعش يتعمل؟ قال لي يتعمل ازاي يعني؟ قلت له يعني احنا نصنعه. قال لي لا طبعا مستحيل. بقول لك يا سليمان انا هروح عشان مخنوق قوي، وسابني ومشي هو كمان، والموضوع اتقفل. بعد يومين لقيت مينا بيخبط عليا، لما فتحت له الباب قال لي انا لقيتها. قلت له لقيت ايه يا مينا؟ قال لي احنا هنعمل الزئبق الاحمر. قلت له انت مجنون يالا، مش انت لسه قايل انه مستحيل يتعمل؟ قال لي ايوه ما هو فعلا مستحيل يتعمل. قلت له شكلك كده لسعت يا معلم. قال لي يا عم ما لسعت ايه بس اسمعني، الفكرة كلها ان الزئبق دوت ليه كثافة ولون معين، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكشفنا، عشان كده احنا هنصنع البلحة ونحطه جواها فكده مش هيبقى باين. قلت له ده ايه البلحة دي كمان؟ قال لي بص يا سيدي البلحة ديت بتبقى موجودة جوه المقابر الفرعونية وبتتحط جوه زور المومياوات عشان تحفظ اجسامهم من التعفن، وعشان كمان الجن يحمي المقابر بتاعتهم. احنا بقى هنعمل ايه يا عم سليمان؟ هنجيب اي حاجة اي سائل شبه الزئبق الاحمر ويكون ليه نفس الخصائص كده، ونحط عليه معجون بتاع عربيات، وبعد لما ينشف انا لاقي بقى واحد صاحبي في كلية فنون جميلة
هديها له وخليه يشكلها وينحتها زي البلحه الفرعونيه بالظبط. وراح مخرج موبايله من جيبه وموريني شكلها. قلت له برافو، الله ينور عليك ياض، ايه الدماغ الالمازات دي؟ جبت النباهه دي منين يا ترعه المفهوميه؟ قال لي الله يخليك، دي اقل حاجه عندي. طب قول لي بقى كده يا فتك، انا اللي فهمته من كلامك ان اللي هيستخدم الزئبق الاحمر لازم يكون ساحر او مشعوذ. مينا قال لي ايوه مظبوط. قلت له طب انت متخيل بقى يا ناصح ان انت لما تروح لواحد مشعوذ عشان تديله الهبل بملايين وتضحك عليه، هو بقى هيبقى اهبل وهياخده منك من غير ما يكشف عليه ويعرف ده اصلي ولا مضروب، ويقول لك اتفضل يا مينا حبيبي خد الملايين اهيت اللي انت طلبتها. يا مينا ده احنا قبل ما ننزل عشان نشتري عده موبايل مستعمله وبتبقى معفنه بنعمل عليها كونسولته قبل ما ندفع جنيه واحد. قلت له طب بلاش ديت، اقول لك على حاجه، فرضنا يا سيدي ان هو اهبل زي ما انت ما بتقول، خد منك البلحه ديت وراح مديك الفلوس، تفتكر ان هو مش هيعرف يجيبك بعدها وينتقم منك؟ مينا قال لي صح معاك حق، ده هيعملني بسطرمه، بس الكلام ده بقى لو عرف يجيبني. قلت له مش فاهم يعني ايه؟ قال لي يعني احنا مش هنقابل حد. قلت له طب امال احنا هنبيع الحاجه ازاي؟ قال لي بيلا هيعرف يبيعها لنا من على الدارك ويب. قلت له من على الدارك ويب؟ طب هو مش المفروض اللي يشتري الحاجه ديت يمسكها بايده كده ويقعد يقلب فيها عشان يتاكد ان هي اصليه؟ قال لي يا معلم احنا مش محتاجين اكتر من فيديو. قلت له ازاي يعني؟ قال لي بص يا سليمان، الزئبق الاحمر ليه خصائص كتير بتبين هو اصلي ولا مضروب. اولها هو ان انت لو قربت منه توم هيبعد، ولو قربت منه دهب هيلزق فيه زي المغناطيس، ولو قربته من ساعة هتقف ومش هتشتغل، ولو حطيته قدام مراية مش هيظهر، ولو حطيته في كوباية مية هتغلي. فاحنا كل اللي محتاجينه فيديو ومعاه دليل، يعني مثلا نصور الشغل جنب جورنان او نتيجة او اي حاجة هم يطلبوها. قلت له طب وانت هتخلي معلم البلحة المضروبة تعمل كل الكلام اللي انت قلت عليه ده ازاي؟ قال لي لا ما دي لعبتك انت يا سليمان، انت بقى اللي بتعرف تشتغل على الجرافيكس والتصوير والاي اي وشويه الحاجات دي. قلت له يا ابني انت عبيط، مهما عملنا هبان، وبالذات بقى حته الميه المغليه دي انا هعملها ازاي؟ قال لي يعني فكست كده وراح قاعد على الكرسي وهو مخنوق قوي. انا وهو قعدنا ساكتين كده وبنفكر. بعد شويه قلت له انت عارف يا مينا، انت مش عايز حد بتاع جرافيكس، انت عايز حد كيميائي. مينا قال لي كيميائي؟ قلت له انت محتاج حد يعمل المنتج فيه كل الخصائص اللي انت قلت عليها دي، وعايز اقول لك بقى ان اي كيميائي مبتدئ يعرف يعمل كل الكلام ده. مينا اول لما قلت له الكلام ده زي ما يكون ردت فيه الروح، وراح قايل لي والله العظيم انت برنس. قلت له بس انت بقى المشكله هتجيب الكيمياء ده منين يا فالح؟ قال لي لا دي سهله، ابو معتز صاحبنا مدرس كيمياء، ومعتز كان دايما يحكي لنا على الحاجات اللي باباه كان بيعملها في معمل المدرسه. قلت له طب ومين اللي قالك انه هيوافق انه يعمل القصه دي؟ قال لي يا عم ده الدنيا ملطشه معاهم وعليهم فلوس كتير وحالتهم كرب، ده ما هيصدق اصلا. وفي ساعتها راح متصل بمعتز على الموبايل وحكى له القصه كلها. معتز حكى القصه لابوه الاستاذ كمال، والاستاذ كمال لما سمع القصه دي اتكيف منها قوي ووافق. وتاني يوم الصبح رحت له البيت انا ومينا وشرحنا له احنا عايزين نعمل ايه بالظبط، وقعدنا نوري له فيديوهات من اليوتيوب. استاذ كمال قال لنا طيب بص يا رجاله، كل الحاجات اللي انتوا وريتوها لي انا اقدر اعملها. المقطع اللي انتوا وريتوه لي اللي بيقرب البلحه من الساعه فالساعه بتقف، ده براده مغناطيس هتتخلط في العجينه او اللي هو معجون العربيات اللي انتوا بتقولوا عليه، والحته اللي هي لما بتقرب التومه من البلحه بتبعد، ده هيكون عن طريق زرع قطب مغناطيس شمال قد الدبوس جوه فص الثوم. وبالنسبه بقى للحته بتاعت غليان الميه ده هتبقى ماده بتدهن بيها البلحه في الاخر. يعني كل ده سهل مع شويه مواد كيميائيه. انجذاب الذهب هنجيب خاتم حديد ونطلب ميه الذهب، حتى كثافه الزئبق ولونه انا برضو هعمله، وهحطه جوه انبوله انسولين، وهخلي حته صغيره قوي من الانبول، مش الانبوله ركز معايا، من الانبول باينه عشان تدي مصداقيه، وعشان حتى كمان وانتوا بتنحتوا البلحه زي ما قلتولي تبقوا عارفين الانبول فين فما تكسروهوش. فمينا قال له طب واللمبه؟ البلحه دي لما بنقربها من اللمبه بتطفي. قال لي لا ده اي كهربائي ب10 جنيه يعملها لك، دي لمبه يا مينا وهتتحط على زرار فصل لوحدها، واحد هيبقى واقف عند زرار الفصل، واول لما تقرب البلحه من اللمبه اللي واقف الناحيه التانيه يفصل، تبعد يشغل، تقرب يفصل، وهكذا. بس المشكله الوحيده بقى اللي انا مش عارف دي هنعملها ازاي هي عدم ظهور البلحه قدام المرايه. قلت له ما تشغلش بالك، لو على الحته دي بس دي بسيطه، انا اعرف اعملها لك ببرنامج اسمه افتر ايفكت،
استاذ كمال قال لنا يبقى هي كده خلصانه على بركه الله، دول يومين بالظبط وتكون البلحه دي عندكم. واتفقنا ان البيعه ديت هتتقسم علينا كلنا بالتساوي. وفعلا بعد يومين لقينا استاذ كمال بيكلمنا وبيقول لنا انه خلص وان الحاجه جاهزه معاه. رحنا اخدنا منه البلحه، وطبعا ما كانش ليها اي علاقه بالبلحه، كانت قطعه مكعبره كده شبه الطوبه. طلعنا بيها زي ما هي كده على ياسر صاحب مينا اللي هو في فنون جميله. مينا ورى الصوره لياسر وقال له بص بقى يا معلم، احنا عايزين الطوبه ديت تبقى نسخه من اللي في الصوره ديت بكل تفاصيلها، حتى اللون، حتى شكلها القديم دوت. انا عايز اي حد يشوف الصوره ديت يفتكرها هي. ياسر قال له طب دي ايه دي يا معلم؟ قال لا ما تشغلش بالك، دي قطعه ديكور افريقيه كده وقيمه، اصل احنا دلوقتي بنعمل ديكورات وبنبيعها على النت، واول لما ربنا يرزق هنروق عليك. خلي بالك الشغل ده بيجي منه فلوس جامده، يعني الحته ديت ممكن تتباع ب5000 جنيه. ياسر قال له انت بتتكلم بجد؟ مين؟ قال له امال هضحك عليك، تبيعها بس وهديك 30% من فلوس ديت ومن اي حاجه تانية هنبيعها. ياسر اول لما سمع البقين دول راح جايب العده بتاعته وبقى ماسك الطوبه ديت وشغال فيها زي المكنه، فضل ينحت ويظبط فيها لحد لما بعد 4 ساعات بقى معانا نفس الشكل اللي كان في الصوره. وبعد لما خلص جاب شويه الوان كده وراح ملونها، وبقت البلحه جاهزه نسخه طبق الاصل من اللي في الصوره، حتى بنفس شكلها القديم بكل تفاصيلها. وفي اخرها زي خرم صغير كده قد راس الدبوس باين منه الزبق الاحمر. انا ومينا كنا طايرين من الفرحه. اخدنا البلحه وروحنا على البيت وابتدينا نشتغل على الفيديو، نقرب البلحه من الساعه العقارب تقف، نبعدها عن الساعه تشتغل تاني، طبعا كل ده بسبب المغناطيس اللي في البلحه. نقرب تومه من البلحه تبعد، نقرب منها الخاتم الحديد اللي مطلب ميه الدهب تلزق، نحطها في الميه تغلي. عملنا كل التجارب. في الاخر بعد ما خلصنا طلعنا البيت عند مينا ونزلنا برنامج افتر ايفكت واشتغلنا على المقطع اللي صورناه بتاع المرايه. وعايز اقول لكم طلعته زي الاكس. وفي الاخر بعد لما خلصنا بعتنا الفيديو ده كله لبيلا ونزلنا كملنا قعدتنا في البيت عندي عشان نبقى براحتنا. ما عداش دقيقه ولقينا بيلا بيتصل، قال لمينا البلحه دي فين يا معلم؟ مينا قال له معايا. قال له معاك انت؟ قال له اه. قال له طب اقفل انا جاي لك. عايز اقول لكم ان بعد تقريبا اقل من 10 دقايق لقيناه قدامنا. بيلا مسك البلحه وقعد يقلب فيها كده وهو مش مصدق. مينا اداله الخاتم الذهب اللي احنا عاملينه وقال له خد امسك قربها منها كده وجرب. بيلا قال له لا شكرا انا معايا الخاتم بتاعي يا معلم، وراح مطلع الخاتم من جيبه وطبعا قربه من البلحه وما لزقش. بيلا قال له انت بتشتغلني يا مينا؟ يعني ينفع الهزار ده؟ مينا قال له لا انا مش بشتغلك يا معلم، انا كنت عايز بس اجرب مدى مصداقيه الفيديو مع واحد زيك فاهم. بذمتك انت مش بعد ما شفت الفيديو دوت اقتنعت؟ بيلا قال له بصراحه انا صدقت، بس اول لما مسكتها انا كشفت اللعبه، ودي في حد ذاتها معلم مصيبه، عشان اللي بيشتري الحاجات ديت مش ناس عاديه. لقطه زي اللي انت عملتها معايا ديت هيخلصوا على كل اللي موجودين في الاوضه. انا رحت قايل له طب وايه اللي هيحطنا في اللقطه دي يا بيلا؟ امال هم عملوا الدارك ويب ليه؟ ما هو عشان ما فيش اطراف تتقابل. بيلا سكت كده شويه وبعدها راح قال لنا بس خلي بالكم النصب في الحاجات ديت خطر جدا يا جماعه. مين قال له ده هي خبطه واحده يا بيلا، خبطه واحده حياتنا كلها هتتحول. طب اقول لك على حاجه يا بيلا، قول لي كده انت بقالك قد ايه بتجري ورا حوار الزبق ده؟ قال له سنين. قال له طيب وهو دلوقتي ما بين ايديك. قلت له بص يا بيلا احنا لو الحوار دوت عملناه صح الصح هنكون احنا اختفينا قبل ما اللي اشترى الحاجه ديت يفكر ان هو يدور علينا. بيلا واقف كده دقيقتين يفكر، وبعد لما افكر قال لنا طب خلاص انا موافق. مينا طلع جاب اللابتوب بتاع اخوه وابتدى بيلا ينزل برامج من على النت ويسطبها على اللابتوب. وفي الاخر بعد لما خلص فتح متصفح كده اسمه تور، كان شبه البصلة ولونه موف، وابتدى يدخل على مواقع كتير، وكل موقع كان بيدخل عليه كان بيكريت ليه اكاونت ويرفع عليه الفيديو اللي احنا مصورينه ويكتب تحته بلحة فرعونية وبداخلها زئبق احمر. بيلا عمل الكلام ده على تقريبا 14-15 موقع، وبعد لما خلص قال لنا كده خلصت. دي تقريبا كل المواقع اللي انا اعرفها. الخطوة الجاية بقى هي الانتظار لحد لما السنارة تغمز. قعدنا بعدها نرغي مع بعض عشان نضيع وقت، لحد لما بعد 3 ساعات كده جالنا رسالة. احنا كلنا يا معلم قمنا انقضينا على اللابتوب، لقينا الرسالة جاية من واحد اسمه تشيرنوبل. الرسالة كان مكتوب فيها هي البلحة ديت أصلية؟ بيلا كتب له أصلية طبعا، وده واضح في الفيديو. كتب لنا ساعتها انتوا وسطاء، كتبنا له لا دي ملكنا.
قال لنا انتوا اللي مطلعينها من المقبره؟ قلنا له اه. قال لنا السعر كام؟ بيلا بص لنا كده وقال لنا يا رجاله ايه رايكم نبدا ب7 مليون دولار؟ انا قلت له 7 مليون دولار كتير قوي قوي يعني. بيلا قال لي ايوه يا سليمان، ما الموضوع لازم يبان انه طبيعي وحقيقي، واكيد يعني هو لسه هيفاصل، يعني لو وصلت ل2 مليون او مليون دولار يبقى فل جدا. قلت له طب خلاص ماشي اللي تشوفه يا معلم. بيلا بعت له رساله وكتب له فيها 7 مليون دولار. في ساعتها تشيرنوبل كتب له موافق. هتسلمني ازاي؟ طبعا احنا ساعتها اتنططنا يا مش مصدق. بيلا قال لنا طب اهدوا يا جدعان كده، هنسلمها ازاي دلوقتي؟ ايه رايكم لو نسيبها له في مكان وهو يبقى يروح ياخدها ويحول لنا بعد كده الفلوس؟ قلت له طب يا زكي ما هو لما هيروح عشان ياخدها من المكان دوت من اول لحظه هيعرف انها مضروبه. يعني معاك حق فاتتني ديت. قلت له يا باشا خليه يحول الفلوس الاول. فبعت له وقال له طب انت هتحول لي الفلوس وانا هسيبها لك في مكان وتاخدها منه. تشيرنوبل كتب له وافرض اخدت الفلوس وهربت؟ بيلا كاتب له طب انت عايز التسليم يحصل ازاي؟ تشيرنوبل كتب له انا هبعت لك موقع بتاع شركه شحن، هتصور لي بس انت البلحه ديت صوره تكون واضحه وانا هبعتها لهم وهم هيجوا يستلموها منك، وفي نفس الوقت اللي هيستلموها منك فيه هيسلموك يوزر وباسورد بتاع محفظه الكترونيه. المحفظه ديت فيها المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. بيلا كتب له اتفقنا، ابعت لي موقع شركه الشحن. في ساعتها بعتها لنا، فتحناه ولقيناه برضو موقع على الدارك ويب كان اسمه بلاك ديل، يعني الصفقة السوداء. لما قعدنا نقلب في الموقع ونشوف الريفيوهات بتاعته على الدارك ويب لقيناها كلها إيجابية، والكل كان بيشكر في الموقع ده، وخصوصا حتة الأمانة والخصوصية وجودة المنتجات المسلمة والمستلمة. بيلا قال لنا ايه رأيكم يا رجالة؟ أنا قلت له والله يا بيلا من اللي أنا شايفه دوت الموضوع تمام. مين قال له اعتمد يا برنس؟ بيلا قال له انا دخلت على الموقع وتمام. تشيرنوبل قال له طب ابعت لي صوره واضحه للبلحه. فبعتنا له الصوره الاصليه بتاعت البلحه اللي احنا عملنا زيها. تشيرنوبل بعد ربع ساعه كده بعت لنا رقم وقال لنا ادخلوا على الموقع واختاروا استلام وتسليم شحنه واكتبوا الكود اللي انا بعته لكم ده. احنا فعلا عملنا زي ما قال لنا، وفي ساعتها طلع لنا كل تفاصيل الشحنه، صوره البلحه بتاعتنا وصوره المحفظه اللي عليها الفلوس بالبيتكوين وتفاصيل كل حاجه، وكان مكتوب تحت صوره البلحه برجاء ادخال العنوان الذي سيتم استلام المنتج منه، علما بان الطرف الاخر لن يتمكن من رؤيه هذا العنوان نظرا لخصوصيه وسياسه الموقع. بيلا قال لنا بصوا يا رجاله عشان نبقى في الامان خلينا نبعت عنوان بعيد عننا ونروح نقابلهم فيه، زي كده مطعم، مول، قهوه. انا قلت له طب الله ينور عليك، والله فكره حلوه جدا. بيلا كتب في العنوان قهوه المعلمين في مدينه نصر بالقرب من سيتي سنتر، وعمل بعد كده استمرار. الموقع طلع ميعاد المقابله بعد 4 ساعات، يعني الساعة 2 بالليل، وابتدى كمان يظهر لنا عداد بيعد تنازلي. المهم هوب ايه ده 4 ساعات بس، يلا بسرعة يا معلم. نزلنا وخدنا بعض وطرنا على السلم، ويا دوبك خرجنا من باب العمارة لقينا في وشنا عم ريمون ابو مينا. قال له خد تعالى انت رايح فين الساعة 10 بالليل كده؟ مينا اتلجلج كده وقال انا خارج مع اصحابي. قال الساعة 10 بالليل ليه وترجع لي امتى؟ ترجع لي الفجر زي كل يوم؟ تعالى يا حبيبي تعالى، مفيش خروج. قال له يا بابا احنا مش هنتاخر. قال له بقول لك ايه ما تجننيش عليك، اطلع بالذوق بدل ما هناك في المنطقه. وراح واخد مينا من قفاه وطالعين. انا بصيت لبيلا وقلت له ايه الحوار ده؟ بيلا قال لي يا اخي انا ما اعرفش ابوه بيكرهني ليه، اول لما بيشوفني بيركبوا 100 عفريت. قلت له طب نستناه يمكن يعرف يخلع منه. قال لي لا يابا فرصة ما بتتكررش. ركبنا احنا الاتنين ميكروباص وسافرنا على القاهرة، واحنا في الطريق لقيت مينا بيتصل بيا بيقول له انتوا فين يا معلم عشان اجيلكم؟ قلت له لا تجيلنا فين يا معلم؟ احنا ركبنا الميكروباص. قال الميكروباص؟ انتوا مشيتوا من غيري؟ قلت له مشينا من غيرك يا مينا، ده احنا قربنا كمان نوصل. مينا اول لما سمع البقين دول زعل واتقمص، قعد يقول لنا يعني هي دي الرجولة؟ هم دول الاصحاب؟ ده انا ما عملتش حاجة من غيرك يا سليمان. قلت له يا عم والله العظيم حقك محفوظ كأنك معانا. قال لي مش الفكرة، انا بس كنت عايز ابقى معاكم. قلت له طب بص انا هبعت لك على الواتساب لايف لوكيشن وهخليك معانا لحظة بلحظة، وكل شوية هبعت لك اعرفك احنا فين وبنعمل ايه. قال لي طب خلاص ماشي يا سليمان. المشوار اخد تقريبا 2 ساعتين للقاهرة، ووصلنا على القهوة على الساعة 1 تقريبا. قعدنا الساعة اللي فاضلة ديت على القهوة، وعلى الساعة 2 بالثانية لقينا واحد داخل القهوة لابس كاب اسود وتيشيرت اسود وبنطلون اسود، وكان ماسك في ايده شنطة قماش سودا مكتوب عليها بلاك ديل. انا قلت لبيلا بص كده شكله هو الراجل ده. قمنا احنا الاتنين وقعدنا معاه على الترابيزة. قال لنا انتوا اللي معاكم الحاجة؟ قلنا له اه. قال لنا طب كام رقم الشحنة؟
مليناه الرقم. قال لنا مظبوط، وروني الحاجه اللي معاكم. بيلا طلع البلحه من جيبه واداها له. الراجل ده طلع الصوره بتاعت البلحه من على الموبايل وابتدى يقارنها باللي في ايده، وراح بعد كده حاططها في الشنطه اللي معاه وقال لنا كده تمام. وبعدها طلع ظرف من جيبه واداه لنا، قال لنا خدوا تاكدوا ان حاجتكم سليمه. بيلا اخد منه الظرف وفتحه، لقى موجود جواه ورقه كان فيها كلمه مرور واسم مستخدم. فتح من موبايله على المحفظه اللي كان الراجل دوت قايل له عليها، وفعلا لما كتب الباسورد واليوزر نيم دخلوه على المحفظه ولقينا المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. بيلا قال له طب احنا تمام كده، اتفضل بقى اقعد واشرب معانا حاجه. الراجل قال له لا لا لا، ده انا قدامي لسه سكه سفر، ده انا رايح على التجمع. انا قلت له التجمع سفر؟ ده جنبينا هنا. امال لو انت مسافر الشرقيه بقى زينا كنت هتعمل ايه؟ قال لنا الشرقيه؟ لا انتوا ربنا معاكم. واخد بعضه ومشي، واحنا حاسبنا وطرنا. انا كنت حاسس ان انا هيحصل لي حاجه من كتر الفرحه. حتى مينا لما حكيت له وقلت له ان الفلوس معانا بقى عمال بيصوت في التليفون من كتر الفرحه. المهم اننا رحنا على الموقف عشان نركب الميكروباص، وقبل لما نوصل للموقف ب 100-200 متر تقريبا لقينا ميكروباص معدي من جنبنا وقاعد يقول شرقيه شرقيه. طبعا احنا ما فكرناش، شاورنا له ونطينا جواه. لما ركبنا لقينا 2 قاعدين على الكنبه اللي ورا و2 تانيين قاعدين على الكرسي اللي قدام الكنبه، وباقي الميكروباص كان فاضي. فقعدت انا وبيلا على كرسيين فاضيين. بس بعد شويه حصلت حاجه غريبه قوي. احنا اتفاجئنا ان الميكروباص ما وقفش عشان يحمل من الموقف، مع ان يعني نص الميكروباص كان فاضي، وطلع على الطريق على طول. انا قلت للسواق هو انت ما وقفتش في الموقف عشان تحمل ليه يا اسطى؟ قال لي لا، ما انا مش من هنا، انا مش شرقيه، فما ينفعش ادخل احمل من الموقف ده السواقين ياكلوني جوه. اصل انا كان جاي لي سبوبه لناس عايزه تروح من الشرقيه للقاهره ودفعوا رقم كويس، فبعد ما وصلتهم قلت استرزق واخد حد معايا على الطريق بدل ما ارجع فاضي. قلت له طب يا اسطى ربنا يرزقك. بعد ساعه كده لقيت مينا بيتصل بيا، لقيته بيقول لي يا معلم انتوا ايه اللي موديكوا طريق اسماعيليه؟ وانتوا مش قلتوا لي ان الدنيا تمام وخلصت وراجعين على البيت؟ ببص جنبي لقيت يافطه مكتوب عليها اسماعيليه 50 كيلو. انا ساعتها ندهت على السواق وانا متعصب، قلت له يا اسطى انت مش قايل لي انك رايح الشرقيه؟ قال لي ايوه. قلت له ما ليه اللي مطلعك على اسماعيليه؟ قال لها اصل انا بختصر. قلت له بتختصر ازاي يعني؟ صحيت بيلا قلت له اصحى يا بيلا اصحى، احنا شكلنا مخطوفين. انا اول لما قلت الكلمتين دول لقيت اللي ورانا راحوا منقضين علينا وابتدوا يكتفوني انا وبيلا ويحطوا على بقنا زي قماشه كده وكان ريحتها مخدر. قعدت احاول اعافر بس ما لحقتش، اغمى عليا. لما صحيت لقيت نفسي في اوضه صغيره 2 متر في 2 متر وما فيهاش ولا سرير ولا عفش ولا اي حاجه، كانت على البلاط، كانت حتى ما فيهاش شباك. قعدت اخبط على الباب جامد وانا بقول لهم خرجوني من هنا، افتحوا الباب، انتوا حابسيني ليه؟ فضلت اخبط كتير قوي لحد لما في الاخر لقيت الباب اتفتح ودخل من الباب دوت واحد بودي جارد وراح ماسكني من قفايا وابتدى يجرجر فيا. قعدت ازق فيه اوعى سيبني، انت عايز مني ايه؟ فضل يجرجرني في طرقه طويله كان كلها اوض لحد لما خرجنا منها لمكان واسع. المكان ده بقى كان واقف فيه راجل تخين كده مليان ولابس بدله سودا. انا قلت له انت مين وعايز مني ايه؟ قال لي هو بيضحك عايز منك ايه؟ انت هبل يالا ولا عبيط؟ انت عايز تنصب عليا ب 7 مليون دولار والموضوع يعدي عادي كده واسيبك؟ لا ده انت عسل وسكر قوي. قلت له بص حضرتك انا والله ما ليا فيه، هو بيلا اللي دخلنا الدارك ويب وهو اللي اتفق معاك. قال لي اه بيلا ده اللي كان معاك مش كده؟ قلت له اه هو. قال لي لا ما ده خلاص اتشفى. قلت له اتشفى ازاي يعني؟ قال لي هو بيضحك يعني اتاخدت اعضائه. انا في اللحظه ديت عرفت ان انا هموت في المكان ده ومش هطلع من هنا سليم. قال لي خايف مش كده؟ طب ما خفتش بقى وانت بتنصب عليا في 7 مليون دولار؟ قلت له والله العظيم هم في الحساب زي ما هم، محدش خد منهم جنيه. قال لي طب انت عارف انت لسه عايش ليه؟ قلت له لا معرفش. ليه؟ قال لي عشان عجبتني اللعبه. شوف مش انا منصوب عليا بس اتكيفت وعرفت بقى ان انت تقريبا اللي خططت لكل حاجه، وانا بقى عايز ناس شبهك كده تشتغل معايا، حد يكون ليه في التكنولوجيا ودماغه شغاله. قلت له طب وحضرتك شغال في ايه؟ قال لي في كل حاجه بتتباع على الدارك ويب، تجاره سلاح، اعضاء بشر، مخدرات، ريد روم، فيز مضروبه، اي حاجه ممكن تخطر على بالك. طب اقول لك على حاجه، انت هتستفيد معانا قوي يا اخي، ده انت هتتدرب على ايد واحد من اساطير الدارك ويب. وراح رافع التليفون اتصل بحد قال له بقول لك ايه، تعالى لي دلوقتي عشان عندنا واحد مستجد. مفيش 5 دقايق ولقيت الباب بيتفتح وبيدخل منه واحد انا عمري ما كنت ممكن اتخيل ان انا هقابله تاني. انا لقيت في وشي شريحه. اول لما شافني قال لي الله
طب ما انت حلو اهو يا سليمان، هي نصبية الزبق دي كانت معاك؟ طب ما انت عندك بذرة النصاب اهو، امال كنت راسم عليا الشرف ليه؟ عارف المشكلة في ايه يا شبح؟ المشكلة هي ان انت ممكن تتصاحب على واحد يقعد يحشر افكار شمال في دماغك وكلها غلط، ودايما هتلاقيه بيبرر لك اي حدث. يعني مثلا احنا هنسرق الراجل ده وربنا مش هيحاسبنا لان الراجل ده كده كده حرامي، او مثلا انا هسرق صاحب الشغل عشان هو مش بيديني حقي فانا كده هاخد حقي بايدي، او ان المجتمع جاي عليا فهاخد وهقلب اللي اعرف اخده منهم حتى لو دوت ضد ارادتهم. طيب اسمح لي اقول لك بقى يا شبح ان السرقه ما بتتجزأش. لو انت سرقت فانت كده بقيت حرامي ايا كان مين اللي سرقته او حتى السبب اللي انت سرقت عشانه. ما تجيش على حد عشان ربنا كبير، نام مظلوم احسن ما تنام ظالم، وصدقني حقك هيجيلك لحد عندك. وابعد بقى عن الناس اللي بتحلل الباطل وما تحاولش تقرب منهم لانهم هيأذوك بطريقه مش مباشره. هستنى منكم يا اشباح الشير الكتير وهنرجع زي زمان. اكتر واحد هيعمل الشير هو اللي اسمه هيطلع في القصه اللي جايه. اهم حاجه بس تاخد سكرين شوت او تعمل فيديو من الشير اللي هتعمله وابعتهولي على الواتساب بتاع القناه اللي ظاهر قدامكم هنا دلوقتي. وصاحب اجمد كومنت هيتكتب كمان على الفيديو دوت انا هاخده وهحطه على الشاشه في الفيديو اللي جاي. وعايز اسمع بقى رايكم، اكمل قصه شريحه ولا انزل بعنبر 3 تمانيات؟ هستنى رايكم في الكومنتات. ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس مكملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.